تصريح مثير جدا من مدرب منتخب بوركينا فاسو بعد الهزيمة من منتخب مصر. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق مدرب بوركينا فاسو على هزيمة منتخبه من منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل فاجأ بها الجميع. قال مدرب بوركينا: بالفعل انتهت المباراة، وبالفعل انتهت بهزيمتنا أمام منتخب مصر في استاد القاهرة. كل هذا حقيقي، والجميع شاهد المباراة، والجميع شاهد أداء المنتخبين داخل الملعب. أولا، إذا تحدثنا على النواحي الفنية والبدنية فمنتخب بوركينا فاسو كان هو الأقوى والأشرس طوال المباراة. ثانيا، إذا تحدثنا على الاستحواذ والفرص الخطرة على المرمى فنحن الأفضل في كل شيء، لكن حكم المباراة كان له رأي آخر وأهدى الفوز لمنتخب مصر خوفا من الأجواء الجماهيرية المرعبة بالنسبة له داخل استاد القاهرة. أنا حزين جدا بسبب ما حدث وبسبب التعنت الشديد ضد لاعبي منتخب بوركينا فاسو. إذا لعبت هذه المباراة بحكم نزيه 100 مرة لفزنا بها في 100 مرة، ولكن هذه هي قارة إفريقيا وهذا هو التحكيم الإفريقي. الأفضل في المباراة هو من يخسر، والذي لا يقدم أي شيء هو من يحصل على الفوز والثلاث نقاط.